كابتن احمد، قبل ما اختم حواري مع حضرتك عن ثوره 25 يناير اللي اسعدنا بيها كلنا، خليني اسالك بصراحه، ايه السلبيه اللي ما عجبتكش في احداث هذه الثوره؟ بص، هو انا هتكلم في كام نقطه برضه عشان يعني احبب ان انا اوضح للناس. يمكن انا النهارده يمكن احنا مع حضرتك عشان توضح النهارده. بالظبط. يعني النهارده برضه في الجزئيه اللي هي ناس كتير مثلا بتتكلم من ضمن السلبيات ان يقول لك لعيبه الكوره وخدوا فلوسنا وخدوا والكلام ده وكده، ده كلام يعني ما يصحش يعني النهارده. لاني يعني احنا عايزين كمان نرتقي بالفكر بتاعنا. يعني زي ما قلت لك ان حتى افقر دول العالم لو قلنا حتى مالي، لا بيتلعب فيها رياضه وبتصرف عليها بشكل كويس. لان دي يعني النهارده دي ارزاق المولى عز وجل، دي ما نقدرش ندخل فيها ونقول يعني دي ربنا اللي بيسبب الارزاق. وما ينفعش النهارده مثلا انا وبقيت زمايلي اللي مثلا انا واحد مثلا النهارده احترفت وتعبت واخلصت وكنت يعني خير سفير لبلدي، ويجي واحد يقول لي اصل انت خدت فلوسنا او اصل انتوا خدتوا فلوسنا. ما ينفعش الكلام ده. يعني الجزئيه دي لا، والهدف مش كده يا كابتن خالص. هم الناس عايزين يعملوا سقف للاعبين داخل مصر بما يتماشى مع الحاله الاقتصاديه. ده الاقتراح اللي بيتقدم يعني. بس انا عايز اقول لك ما حدش يقدر ينكر جهودكم طبعا. بس انا عايز اقول، انا هرد بقى عليك. كويس ان انت بتحاولني، يعني انا مش عايز برضه اقعد اتكلم لوحدي. كويس انت بتقول عايزين نعمل كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه. طب ما نسيب لعيبتنا دي تحترف، وبالعكس لعيبتنا دي هتدخل فلوس للبلد اكتر ما هتستفيد من البلد. يعني النهارده مثلا ما نسيب اللعيبه تحترف بقى. انا لما طلعت النهارده ما هو ده من البدائل المطروحه برضه. ما انا بقول لك يعني انا لما طلعت النهارده انا كنت بلعب في النادي الاسماعيلي وانا كان سني وقتها، انا طلعت انا عندي 23 سنه، انا كنت بلعب في النادي الاسماعيلي وانا كان عندي 20 سنه. انا كنت باخد 15000 جنيه في السنه. يعني انا بدات برضه من ما فيش يعني مش انت فاهمني. فانا كنت باخد 15000 جنيه في السنه، ولما جيت مشيت من النادي الاسماعيلي باعني ب 450,000 دولار، يعني حوالي اكتر من 2 مليون جنيه. فهو استفاد. فانا اقصد ان هي الموضوع مش موضوع انك انت، لا، هي موضوع انك انت بتقدر تفيد. البرازيل النهارده كام لاعب فيها بيلعب النهارده ودخل زيه زي السياحه، دخل زيه زي الزراعه. يعني النهارده كام لعيب بيلعب من الاف اللعيبه بتلعب بتدخل لبلدها. فانا ده اللي انا اقصده. النهارده مثلا لو بصينا على الدول الافريقيه سبقانا في عدد كم اللعيبه اللي موجودين في اقل دول افريقيه. فانا اقصد النهارده ان لو احنا شايفين ان فعلا سقف اللعيبه عالي وان السقف تخطى، لازم يبقى فيه، يعني لازم يبقى فيه دراسه تاني. لاني هو مش الرياضه بس اللي مش الرياضه بس اللي فيها فساد، ما هو كل الحاجات فيها فساد. انت فاهمني؟ فاقصد النهارده يبقى لازم يبقى في سقف طبعا. لان ما ينفعش ان ما تقدرش برضه تظبطه. انت فاهمني؟ انما في بديل اللي هو ايه؟ بديل النهارده احنا عايزين نرتقي. طب خلاص لعبتنا لو احنا النهارده شايفين ان هو لازم يبقى في سقف ولازم فيه سيب بقى لعيبتي دي تجيب دخل للبلد من بره، زي ما انا عملت. انا النهارده طلعت احترفت 10 سنين، كل الفلوس اللي انا استفدتها الحمد لله استفدتها من بره، وقدرت ان انا اكون نفسي واكون مستقبلي وابني مستقبلي واتعب. لان برضه الناس اللي بتقول على لعيبه الكوره والكلام ده هم بيتعبوا. يعني النهارده انت بتسيب بيتك وبتسيب اهلك وبتشتغل وبتتعب وبتجري وكل الشغل. في دكاتره ما شاء الله بيكسبوا كويس، في محلات قد كده بتاعت اكل بيكسبوا افضل من دكاتره ومن لعيبه كوره ومهندسين هو يا كابتن يمكن الفوارق الطبقيه بس في المجتمع هي الارزاق بتاعت ربنا طبعا في الاول. الارزاق وما ينفعش ان احنا نتدخل فيها. ينفع نقول الصح ايه والغلط ايه، انما ما ينفعش نتدخل في ارزاق المولى عز وجل. انت فاهمني؟ السلبيات بقى اللي انت سالتني عليها دي المهمه بقى. يعني شفت حاجات يمكن ناس كتير قوي ركبت الموجه. وهرجع بجزء تاني برضه الناس اللي زعلانه من لعيبه الكوره اللي هم كانوا موجودين في التحيه. انا مش عايزهم يزعلوا من لعيبه الكوره، لان يمكن زي ما قلت لك ان بعد 11 او 12 يوم، وهرجع لك لنقطه السلبيات، بعد 11 او 12 يوم في لعيبه كتير ما كانتش او ناس كتير ما كانتش فاهمه الموضوع. انت كان عندك علم بالثوره دي ان في شباب هيتجمعوا والكلام ده وكده؟ بالتاكيد لا. واللي راح التحرير نفسه بالتاكيد لا. واحنا برضه نفس الحكايه. فالموضوع لما بدا يمشي والموضوع لما بدا يعدي، فالناس ما بقتش تنزل خوفا برضه ان اي حد، لان احنا شفنا نجوم كتير نزلوا وتعرضوا برضه لصعوبات، وناس يعني اهانتهم، وناس قالوا لهم انتوا جايين دلوقتي وانتوا جايين بعد ما مش عارف ايه وانتوا جايين. ففي ناس كتير خافت من كده وفي ناس كتير قلت من كده. انما لا، هم مع الثوره قلبا وقالبا، لان زي ما قلت لك دي مصلحه البلد كلها. انت فاهمني؟ فمن ضمن الحاجات انا واحد مثلا من الناس كنت بره 12 يوم، فلما اجي انزل بعد كده فالناس هتقول لك انت جاي دلوقتي او بتريك او وائل جمعه
او بس ابو تريكه كان موجود اعتقد في الاخر برضو الراجل يعني هو ابو تريكه طبعا كان موجود في اخر يوم وكده، بس اتعرض لضغوط شديده. طبعا يعني اتعرض لضغوط وانت فين ومش عارف ايه، بس ما هو الراجل الثاني غصب عنه. يعني هو يعني احنا كلنا مش عارفين، وزي ما قلت لك ان هو ربنا اللي مشى الموضوع بالشكل ده سبحانه وتعالى. انت فاهمني؟ يعني الاحداث مشيت بالشكل ده دي اراده المولى عز وجل. ده مش تخطيط ولا الكلام ده ولا كده، لا دي فعلا اراده المولى عز وجل. الناس كانت طالعه لاهداف معينه وبدات الامور تمشي، لان ربنا عايز كده. فالناس ما تزعلش لان الناس قلقت وخافت. المواقف السلبيه بقى اللي مش عجباني اني فوجئت بناس كانت عارفه ان في فساد وملمين. يمكن انت بتتكلم على في ناس مش عارفه ايه اللي بيحصل في البلد، لان شغله السياسه دي شغله صعبه شويه علينا. يعني الواحد بيحاول يفهم دلوقتي، انما انا مش سياسي واغلبيه لعيبه الكوره واغلبيه الناس اغلبيه الرياضيين يعني. مش رياضيين بس اغلبيه الشعب موضوع السياسه ملوش فيه، انت فاهمني؟ ففي ناس هم كانوا موجودين في السياسه وعارفين السياسه وعارفين الاسلوب السياسي، وكانوا يعني انا مش عايز اقول لفظ، يعني كانوا بيطبلوا وعارفين وساكتين وما بيتكلموش، ومره واحده رجعوا بيطبلوا في الاتجاه الثاني. شتيمه وبالظبط يعني كده، وازاي والفساد، وتلاقي ناس تطلع بتبكي وناس تطلع تعيط وناس تطلع واحنا كنا الله. طب وانتوا كنتوا فين قبل كده؟ ما انتوا كنتوا قاعدين على منبر وكنتوا قاعدين وكان عندكم ان كنتوا تقولوا وكان عندكم ان انتوا تعترضوا، ما كنتوش بتعترضوا ليه؟ وكان هم ناس فاهمين في حاجات زي كده. فده اللي الواحد زعلان. هم دول الخطر على البلد، الناس اللي بتتلون دي هم دول الخطر الحقيقي على البلد. هم دول الناس الخطر اللي على البلد، مش الناس الطيبين، مش الناس اللي طلعت، مش الناس اللي بتنادي بحقوقها. هم دول اللي بيحصل. يعني انا شايف النهارده في تهييج، وكل شويه تهييج على، لان احنا برضه عايشين في وقت صعب. يعني لازم في حكمه في الوقت ده. ما ينفعش بقى واحد يكون مضروب قبل كده يقول لك اصل انا اتضايقت. طب انت كنت فين لما اتضايقت؟ ما طلعتش ليه؟ ما انت طب الناس الغلابه دي ما كانش عندهم ان هم يطلعوا يتكلموا. انتوا دلوقتي كنتوا قاعدين وبتتكلموا وعندكم ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه كنتوا تقدروا تتكلموا كل يوم. فلقيت ناس اتلونت بشكل وبتصير فتنه بشكل غريب. فده الحاجه اللي محزنه الواحد ومزعله الواحد. انا بتمناه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يبقى في عقل شويه، يبقى في يعني الناس حكمه شويه. الناس بقى اللي هي الحكيمه بتطلع ازاي تفكر ان احنا ننهض بمصر تاني، ان احنا نخلي بلدنا دي افضل مما كانت، ان احنا نسعى ان نوصل للناس رساله ان احنا لازم نغير نفسنا. احنا غيرنا بس احنا عايزين احنا كمان نتغير، احنا عايزين كمان ثقافتنا تتغير. ده اللي المفروض التوعيه دي المفروض اللي تكون موجوده في الوقت الحالي، مش توعيه بقى اللي هي التسخين وتوعيه مش عارف ان انا اسير الناس وان انا اسير الناس. مش ما ينفعش. يعني لازم نساعد بعضينا، ولازم نرجع تاني الامن والامان، لان بلدنا دي ده ربنا قال ادخلوا مصر امنين. كابتن احمد، لكن خليني اسالك ايه اللي مش عاجبك في الرياضه ونفسك يتغير في الفتره اللي جايه؟ والله طبعا هو لازم طبعا طالما يعني التغيير طالما شمل كل حاجه لازم يشمل الرياضه، لان اكيد طبعا زي ما قلنا ان في مشاكل كتير. اللي انا بتمناه ان كل واحد يراعي ضميره المهني. يعني النهارده الصحفي اعرف ان في حاجه اسمها شرف المهنه. يعني النهارده ما بكتبش اي جمله وما بكتبش اي خبر الا لما اكون متاكد منه 100%، لان ده افتقدناه في الفتره الاخيره. اي اعلامي يبقى قاعد النهارده على منبر فعلا يتقي الله في اي خبر، ويسيبنا بقى من المصالح الشخصيه اللي كانت بتحصل والابتزاز اللي كان بيحصل والامور الانتهازيه. فطالما اتغيرنا زي ما قلت لك يبقى لازم احنا كمان نتغير. فانا شايف ان كل واحد يراعي ضميره، كل واحد. لا في الرياضه يا كابتن، الرياضه احنا عندنا رياضه بننفق عليها ملايين ولكن العائد مش كتير الحقيقه. هو بص يعني طبعا هناخد وقت على بال طبعا ما يحصل تغيير وكده، وطبعا لازم تغيير. ان احنا النهارده لازم ان احنا نفكر ان يكون عندنا احتراف بشكل مظبوط، بشكل نموذجي، ان يبقى في ضوابط، في روابط طبعا لازم تبقى موجوده. ضوابط تبقى موجوده ان كل واحد يبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. لعيب الكوره عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، المؤسسات الرياضيه عارفه ايه اللي ليها وايه اللي عليها. زي ما انت قلت النهارده، لان النهارده احنا برضه مش عارفين نوصل بالرياضه ان هي تكون استثمار. فيبقى لازم يبقى فيه زي ما انت قلت ان في سقف لمرتبات مثلا اللعيبه.
سقف لمرتبات المدربين، سقف. ما هو طالما انت مش قادر، اصل النهارده زي ما قلت لك انا بدات ايه؟ الرياضه بقت استثمار. يعني النهارده ريال مدريد مثلا ولا برشلونه بيدفعوا كم من الملايين اللي بيدفعوها دي؟ مش ملايين بقى، احنا بنتكلم في مليارات، بس بيعرفوا ازاي يعوضوها. احنا لسه ده مش موجود عندنا. يعني احنا عندنا احنا بنصرف على الرياضه، مش الرياضه هي اللي بتصرف على نفسها. فطبعا لازم نفكر ان احنا يبقى عندنا احتراف بالشكل النموذجي، ان احنا نستفيد النهارده، نخلي الرياضه دي استثمار زي ما بيحصل. ان النهارده لا، الدوري المصري ده دوري كويس وبيبرز رياضيين كويسين، ان انا اقدر ابيعه بشكل كويس، ان انا اقدر استثمره بشكل كويس، ان انا اقدر اشوف ان الشركات تستثمر الانديه دي بشكل كويس. كل دي حاجات مش انا اللي هفكر، الناس المسؤولين هم اللي يفكروا ان ازاي ينهضوا بالرياضه بالشكل ده، لان احنا ما عرفناش برضه نستثمر منتخبنا وبلدنا بشكل كويس. النهارده الثلاثه كاس افريقيه ورا بعض، وللاسف ما عرفتش تستثمر الاحداث دي بشكل اللي هو يعني النهارده العائد المادي والادبي من هذا الحدث ما تحققش. لان احنا برضه التفاتاتنا دلوقتي بقت ايه؟ ان احنا النهارده مثلا كل واحد بيفكر ان هو ياخد الدوري، فلو ما خدوش يروح يضرب هنا وده يضرب هنا، فده اللي انا اقصده. فطبعا الناس اللي هم هيبقوا مسؤولين هم اللي يفكروا ان ازاي يستثمروا بشكل كويس. لو انا النهارده شايف ان الموضوع ده بيعود عليا بالخساره، لا، لازم يبقى فيه سقف زي ما انت قلت في البدايه، لازم يبقى فيه سقف. لان انا النهارده الاستثمار ده ما بيفيدنيش طبعا النهارده طالما هيخسرني، لا، يبقى فيه سقف وفي لوائح وقوانين. انما لو عرفت ازاي ان انا اخلي الرياضه دي فعلا استثمار وبيعود عليا بشكل كويس، فطبعا يبقى خلاص، يبقى زي بقيه الدول المتحضره والدول الكبيره والدول اللي ما عندهاش اي مشكله خالص في الرياضه. لان زي ما قلت لك برشلونه وريال مدريد النهارده مش ممكن يكون انديه بتخسر، لان انديه اصحابها ناس. فمش ممكن انا النهارده راجل صاحب نادي انا فاتحه عشان اخسر منه. استثمار بالظبط كده، انا بستثمر بشكل كويس. الجزء الثاني طبعا زي ما قلت لك هو الجزء الاعلامي، اللي اتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما احنا النهارده بنغير حاجات كتير وبنغير ناس كانت فاسده كتير، احنا كمان لازم يعني نتقي ربنا سبحانه وتعالى في كل كلمه بنكتبها، في كل خبر بنكتبه. لاني في الاول والاخر دايما حتى كنت بقول هل انت هتقبل، يعني النهارده واحد مثلا طالع يجرح فلان، هل انت هتقبل ان انت كتب عليك كده؟ انت ما عندكش دليل. يعني النهارده ناس كتير مثلا بتطلع تكتب اصل حدث مش عارف ايه وايه، وهو ما عندوش دليل واحد. زي كان انا شخصيا حصل معايا مشاكل مثلا، يعني ممكن بلاقي حاجات كتير مثلا بتنزل عني، والاقي حاجات كتير بتتكتب عني وانا ما اعرفش، يعني ما اعرفش منين مثلا، وكتير بيحصل. فده اللي احنا بنتمناه، ان رساله الاعلام دي تبقى رساله فعلا. يعني في مواضيع كتير النهارده بدل ما نتكلم مثلا عن مين عمل مشكله مع مين ومين مش عارف حصل ايه ومين ابتز مين ومين، في حاجات يعني اهم من كده، زي ما انت بتقول ان احنا ازاي نستثمر الرياضه بشكل كويس. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبني، نتمنى ان احنا نعمر مع بعضينا، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون في دور قوي باذن الله للرياضيين ان هم يساعدوا ان شاء الله باذن الله في عوده بناء الوطن باذن الله. واكيد طبعا لا ننسى طبعا دور اخواتنا الشهداء اللي افتقدناهم في الثوره، في الثوره في 25 وفي كل وقت الثوره وكده. يعني اتمنى من كل اللي بيشاهدونا وكل اللي يسمعونا دلوقتي قراءة الفاتحه ليهم وكل موتانا، وبنقول لهم ان يمكن انتوا شهداء، وعند ربنا ان شاء الله باذن الله، ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يرزقكم بالجنه، وده اللي احنا بنسعى ليه كلنا. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان يمكن الفكره اللي عايزه تفعل ان يكون في مباراه باذن الله لصالح اهالي الشهداء دي ولصالح الشهداء، اتمنى ان شاء الله ان هي فكره تفعل باذن الله. ومش ممكن ننسى دورهم، مش ممكن بنقول لهم ان شاء الله انتوا في جنه المولى عز وجل، وادعوا لنا عشان تاخدوا بايدينا انتوا، ويا رب ان شاء الله باذن الله اللي انتوا عملتوه ما يضيعش هدر، وان البلد ان شاء الله ترجع باذن الله في امن وامان، وان الناس كلها تبقى مستقره والناس كلها تبقى سعيده. يا رب دايما كده مصر تبقى في سعاده ان شاء الله يا كابتن احمد. يعني الحوار مع حضرتك شيق جدا، ونرجو ما نكونش اثقلنا عليك في حوارنا معاك، وان شاء الله يكرر الحوار مرات تانية في كواليس التتش باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك وسعيد ان انا كنت موجود معاك، ويا رب ان شاء الله باذن الله الناس كلها تبقى سعيده، وجماهير النادي الاهلي بقول لهم انتوا وحشتوني،
وان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله نلتقي قريب وارجع تاني ادافع عن فرقه النادي الاهلي باذن الله.